قيل إن قوم مجنون ليلى حجوا به، فلما وصلوا إلى منى سمع مناديا ينادي يا ليلى، فأغشي عليه فتباكى عليه القوم وبكى أبوه على حاله. فحين صحى قال وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. هذا هو مجنون ليلى. في هذا الموسم نفسه قال في نفس النص حلفت بمن صلت قريش وجمرت له بمنا يوم الإفاضة والنحر، وما حلقوا من رأس كل ملبئ صبيحة 10 قد مضينا من الشهر، لقد أصبحت مني حصانا بريئة مطهرة الليلة من الفحش والنكر. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا وليلى لكل شاعر ليلاه، يعني كما قال الذي قال كل يغني على ليلاه منتشيا، ليلاي كل غنائي فيه فانصرفي. نعم أو ليلى من، نعم صحيح. وأما الحديث عن الحب فهو حديث ذو شجون، يعني لا تسعه الأرض على امتدادها. دائما المهووس بحديث إن الله إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يقول أشياء كثيرة، ودائما يزور في نفسه ما هو كبير أمام الصغار. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثوه عن المال والنساء والزعامة، عن ماذا حدثهم؟ عن الشمس والقمر. الأجوبة الكبيرة تسكت الأسئلة الصغيرة. يجب أن نزور في أنفسنا أجوبة كبيرة لأسئلتهم الصغيرة. فإذا قيل لنا ما هو الحب عندكم قلنا لهم هو قول أبي بكر الصديق فشرب رسول الله حتى رويت. هذا هو ذروة الحب. إذا قيل لنا هل هو ذروته عندكم قلنا لهم لا، لقد افترش رسول الله بردته لإحدى صويحبات خديجة. يا سلام. هذا حب كثير. لذلك ويا أيها الأحباب، إذا كان للذوق والإحساس عرش فإن رسول الله يتربع عليه. رسول الله جميل، كان يحب كل جميل. تخيلوا أو ليتخيل كل واحد منكم أنه غضب من واحد ما فأهدر دمه، فجاء هذا الواحد أمامه ليتغزل. يعني ارسم هذا الموقف أمامك. هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدر دم كعب بن زهير، وجاءه رسول كعب مثل ما مقول بين قوسين شغل متفضين، دخل عليه مسجده، فلما قام على رأس رسول الله ونظر إليه رسول الله قال له بأت سعاد، فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، حتى يصل إلى قوله يسعى الوشاة بجنبيها، يصف نفسه عندما وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه وعن شماله من يقول له إنك مقتول، يقول يسعى الوشاة بجنبيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول.
حتى يصل إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فقام رسول الله وخلع عليه بردته. أين اللطيفة في هذا؟ أن كعب بن زهير دخل على رسول الله مهدور الدم. قبل أن يصل إلى صلب الموضوع قال 30 بيتا و3 في الغزل ووصف الناقة. 33 بيت، ورسول الله لم يحول عنه وجهه ولا قطع عليه حديثه ولا أشعره بملل ولا سآمة. وإنك لعلى خلق عظيم. وينظر إلى كعب بن مالك فيقول له يا كعب عند فتح مكة: يا كعب ما نسي ربك ولا كان ربك نسيا. بيتا من الشعر قلت. الله الله. بيت. قال له: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل له يا أبا بكر. فقال: حلفت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. يحفظه رسول الله. وجاءه عبد الله بن الزبعر السهمي الذي هجاه وشتم نساءه، ودخل عليه وقال له: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم. مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محروم، كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم. إني لمعتذر إليك من الذي أزديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدا لك والدي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. وختم: ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في العباد عظيم. يا سلام يا سلام. وعندما كان ينهى أصحابه عن الوقوف له قبل هذه أبا معاوية، حتى هذا النفس العظيم نريحه الجميل. وحتى سيدنا كعب أقول عنه في البردة لما جاء البصيري ماذا كتب؟ البردة. يعني من أين جاء لقب البردة أصلا؟ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع على الأول ماذا؟ بردته. وظلت يعني بردة كعب إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. ويعني أبو معاوية ممن يعني هم قطعوا مراحل في هذا الباب من الأدب ومن الحب النبوي، نسأل الله يتقبل منه. يعني متأثرون بما كتب كعب إلى أن جاء القاضي يوسف النبهاني رحمه الله الفلسطيني العالم المؤرخ وكتب السيرة النبوية أو جمع ما قيل من المدائح النبوية، حتى هو نفسه كتب واحدة وذكر كعبا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا وآب وهو ببرد العفو مشمول، وما كنت ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل، إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. الله الله. نعم. فضل أبا معاوية. وكان رسول الله قد نهى أصحابه عن الوقوف له، فدخل مرة عليهم فقام حسان فقال رسول الله: ألم أنهكم؟ قال: قيامي للحبيب علي فرض وترك الفرض ما لا يستقيم، أكان لمن له عقل ولب يرى هذا الجلال ولا يقوم. هذا كله حب. وعرضت كلمة الكاهن ولست بكاهن. الشيخ فايز تذكرنا هذه الكلمة بسواد بن قارب رضي الله عن. سواد بن قارب كان كاهنا وكان يأتيه رأيه من الجن في كل ليلة يقول له: لقد بعث نبي في أرض العرب. رأي من الجن يعني مثل ما نحن بنحكي مخاوي،
لأنه هو هاي شغلته يعني الجن. وكان يتجاهله ويركله بقدمه سواد بن القارب. حتى شرح الله صدره للإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد بن القارب. فماذا قال يا رسول الله؟ قال: أتاني رأيي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال، قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ساق الإزار، ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غالب.